ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اللازانيا بطريقه حلوه قوي قوي. طعمها جميل جدا، طريقتها سهله جدا والمقادير مظبوطه. تعالوا معايا. في طاسه على النار حطيت 3 معالق من الزيت، ونزلت كده بشويه من البصل، حوالي بصله. بعد كده هسيبهم يتبلوا. دلوقتي هعمل البشاميل جنبها برضو، مش هقف على البصل بس. حطيت معلقه كبيره من الزبده، وحطيت شويه زيت، و3 معالق من الدقيق، 3 معالق كبار من الدقيق، واقلبهم كده لحد ما تطلع ريحتهم. طبعا كلكم شاطرين في البشاميل. ونزلت هنا على البصل بتاع اللحمه، نزلت بفصين من الثوم، ونزلت باللحمه بتاعتي. والتوابل هنزل بملح، ونزلت هنا على البشاميل بلتر من اللبن، يعني كيلو. ونزلت هنا بملح على اللحمه، وفلفل اسود، وجوز الطيب، ورشه قرفه. وهنا نزلت برضو بجوز الطيب، وهنزل بفلفل اسود، وهنزل بملح على البشاميل. ونزلت برضو على اللحمة بشوية شطة، ونص معلقة من البابريكا. وهقلبهم كده. وهنزل أربعة من القوطة، 4 حبات من القوطة، يعني بشرهم بالمبشرة، مش معمولين في خلاط ولا حاجة، بشرتهم بالمبشرة بس. واقلبهم مع بعض، وهديهم كوبايه ميه، واسيبهم يغلوا لمده دقيقتين بس، مش اكتر من كده، لان انا عايزاها فيها ميه شويه. وحطيت في البشاميل بتاعي، حطيت مرقه لحمه. طبعا المرقه اللي عندك حطيها عشان تدي لها طعم حلو. خلاص، صلصه جاهزه بتاعه اللحمه. حط دلوقتي في قاع الصينيه كده. طبعا لو عندك صينيه مربعه هتبقى احسن، انا ما عنديش دي مدوره. يعني انا هكسر برضو اللازانيا، لكن انت لو يعني طاجن مربع او صينيه مربعه هتبقى احسن معاكي. وبعد كده هنزل برضو بشويه من اللحمه، وشويه من البشاميل. شايفين البشاميل سمكه؟ هعمل رقات بقى. وبعد كده في النص كده هنزل بجبن، اي نوع جبن عندك حطي. وبعد كده هرص برضو تاني على الوش اهو. طبعا الحاجات دي هتطريها معاكي وخليها تستوي. وبعد كده هنزل بباقي البشاميل. وبعد كده هنزل على الوش بالجبن. وبعد ما انا طبعا غطيتها بفويل وسبتها، هي بتاخد ساعة في الفرن، غطيتها وسبتها. في اخر 10 دقايق كده شلت الفويل من عليها، وسبتها تحت الشواية، وخدت اللون ده. طعمها جامد جدا يعني، بجد يعني.
وجربوها وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال؟ حلوة قوي قوي قوي.